حبايب قلبي، سعد أوقاتكم، سعد أيامكم يا رب. المعمول يعني عيد، والعيد يعني معمول. كل سنة أنتم سالمين، إن شاء الله بينعاد عليكم يا رب. العيد فرحة، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم عيد، وكل أيامكم حلو، وكل أيامكم حلوة إن شاء الله يا رب. كل عيد ونحنا مع بعض، آمين يا رب. اليوم عم بعمل لكم معمول، والمعمول عن جد العيد مو حلو بدون المعمول. والله طيب المعمول ونياله اللي على عرفات، واللي عم بحجوا، وإن شاء الله يا رب الله بيتقبل، وإن شاء الله يا رب نكون سوا على عرفات. آمين يا رب بزيارة النبي، آمين يا رب. الله يسعد قلبكم حبايب قلبي. ما حبيت إنه يجي العيد وما أعمل معكم معمول. أنا عاملة المعمول كتير على قناتي، هذا معمول طحين، وعاملته بأكثر من طريقة، وعاملة معمول الطحين والسميد، وكلهم طيبين وكلهم بياخدوا العقل عن جد. المعمول طيب، وهذا معمول بعجوة حبايب قلبي. هلا بدنا نستعرض المقادير مع بعض. هلا أنا هون عندي الميزان، بحب المعمول والحلويات يكون في ميزان مشان إن شاء الله تطلع نتيجة ممتازة. هلا أنا هون عندي نص كيلو طحين، هذا طحين زيرو، وأوقات بعمل متعدد الاستعمالات، كله يعني منيح ونتيجة ممتازة إن شاء الله. هون نص كيلو طحين، عليه معلقة بيكنج باودر صغيرة، وقلبتهم منيح. ما عم نحط هاي بس المواد الجافة، رشة ملح على الطحين ومعلقة بيكنج باودر، ونخلناه طبعا الطحين مشان أحسن بيعطينا نتيجة إن شاء الله أفضل. هون عندي زبدة. هلأ أنا عندي زبدة يعني بجيبها أنا بواكيت كبيرة، بحطها بالفريزر لأني بعمل حلويات كتير، بس حبيت نكهها بزبدة اللوربك، بيعطي نكهة وطعمة طيبة. عندي بيضة بدرجة حرارة المطبخ. عندي هون عم أرجيكم كاسة، نص كاسة زيت، يعني هاي أنا وزنتها 100 جرام زيت. عندي بيضة بحرارة الغرفة، وعندي نص كوب حليب بودرة، ونص كوب سكر بودرة. هاي مقاديري. أه بكتب لكم المقادير بصندوق الوصف إن شاء الله. هلأ أنا البيضة بدرجة حرارة المطبخ طبعا. هون كسرت البيضة وعم حط فانيلا، معلقة فانيلا مشان تروح زفارة البيض. هون الزبدة بدرجة حرارة، يعني مو بدرجة حرارة المكان، أنا حاطتها كنت بالبراد تحت عادي، وطلعتها قبل بوقت. هلأ هي جامدة شوي، بس ما بدناها جامدة كتير مشان الخفاء طبعا. هون عم قلكم وزنت أنا 100 جرام زبدة، زبدة قوالب كبيرة، وحطيت 100 جرام عليها زبدة لوربك، يعني 200 جرام زبدة. وهون الزيت 100 جرام عندي. هاي مقاديري إن شاء الله، مقادير ناجحة. هون هلأ بخفق البيضة شوي يعني مع الزبدة، بس بكسرن شوي. وهلأ طبعا بحط الزبدة كلها وبخفق على مهلي لحتى تتكسر وتعطيني قوام كريمي وتفتح الزبدة. وبحط السكر البودرة بالتدريج، لازم سكر بودرة، أنا سكر البودرة بخلطه يعني بطحنه على إيدي. وبضل هلأ نزل السكر بالتدريج لحتى يصير عندي القوام كريمي. وطبعا ما منبالغ بخفق الزبدة مشان ما تفصل معنا. يعني هلأ شوفوا كيف فتحت، يعني مبين إنه الزبدة صارت كريمي وفتحت مع السكر. نخلناه السكر كمان وخفقنا مثل ما شايفين، وحطيت لبن البودرة أو حليب البودرة. وهلأ بضيف الزيت كمان بالتدريج، خفق متواصل، يعني حتى نشوف حسب سرعة المضرب. نشوفها إنه فتحت 5 دقايق بتكون فتحت معنا، يعني لأنه الكمية شفتوا قليلة. هلأ شوفوا صارت معي كريمية، يعني أبدا مثل كريم شانتيه. شايفين قوام أحلى. هيك أنا اكتفيت. وهلأ قمت المضرب، وبدنا نستعمل السباتيول أول شي، وبعدين بإيدنا تقليب خفيف على الخفيف، ما بدنا نضيع الهواء ونضيع شغلنا اللي اشتغلناه. يعني شوي شوي على مهلي، ما بدنا نعجن، ما بدنا نعمل عجين، يعني تقليب تقليب على مهلنا. هلأ هيك أنا خلصت الطحين، تقليب على مهلنا من تحت لفوق العجينة، يعني بدنا نطول بالنا مشان ناخد نتيجة حلوة إن شاء الله، ويكون المعمول هش، وبدنا نطول بالنا. بس إن شاء الله مقادير ناجحة، والمعمول هذا هش هش بياخد العقل، يعني مثل عجينة البيتي فور. هذا غير المعمول اللي بنعمله أو الكعك تبع العيد، لا هاد بحبوه كل الأولاد وكلياتنا بنحبه لأنه هش. وإن شاء الله يعني طريقته ناجحة، وإن شاء الله ما بيفشل لأنه فيه بيض وفيه
حليب بودرة. شايفين هلا أنا تقليب يعني هيك تقليب شوي شوي على مهلي، يعني نكون حريصين بالتعامل مع هاي العجينة. هلا أنا بدي ريحها شوي، غطيتها بستريتش رول ريحها بين ما أساوي العجوة. طبعا هون عندي نص كيلو عجوة، حطيت عليه معلقتين زيت أو معلقتين سمنة اللي متوفر، بس حاجة الزبدة اللي حطيناها فحطيت زيت هون. وعجنته طبعا العجوة عجنتها وكورتها مشان نبلش نشتغل بالمعمول. أنا بحب حبة المعمول صغيرة منشان لقمة وحدة مشان ما نهرهر، وشكله كتير حلو بيكون كيوت وصغير. هاي القالب اللي أنا كتير بحبه وبستعمله، أنا عندي قوالب كتير بس هذا حبيته كيوت، بتجي الحبة وطبعته حلوة وبترسم يعني كتير بتطلع حلوة على التشكيل وعلى الخبز. شايفين هلا أنا أخذت قسم حطيت الباقي بالبراد أو بالثلاجة، يعني نحن بنقول براد. حطيته بالبراد تحت وحطيت هون كمية على قدي اشتغل فيها، لأنه طبعا الفرن حامي والمطبخ حامي، وهلا نحن جو حامي شوي. هلا أنا أخذت هاي الكمية على قدي اشتغل فيها. شايفين عم بقطع يعني بالعجين، شايفين يعني سلسة ويعني ومطاوعة معنا العجينة وما أحلاها. عم نشتغل ونشكل وأبدا. والعيد فرحة والله العظيم، أحلى شي بالعيد إنه نعمل معمول وننبسط ونفرح حالنا. حبايب قلبي شكرا لمتابعتكم، شكرا لمروركم عندي، شكرا لتعليقاتكم الحلوة اللي بتسعدني وللايكاتكم. شكرا على اللايك مسبقا، كل مرة بقلكم شكرا شكرا من كل قلبي. الله يسعد قلبكم يا متابعيني حبيباتي. هلا شوفوا شكلتهم وجبت كمان مرة لأرجيكم إنه كمان بتكون أحسن إذا بنعملها نحنا كرة هيك ويعني وبنشكلها كيف الكبة بنحفرها، كيف الكبة يعني وبنحشيها هيك بنحشي عن جد. يعني هيك بتطلع الحشوة بالنص يعني وبتطلع القشرة رقيقة وبيطلع الحشوة بالنص وبيطلع قرص ولا أروع من هيك. يعني هيك بنكون ضمنانين إنه تطلع الحبة أبدا، يعني شغل معلمين. الحشو بالنص والقشرة هيك فوق العجين، يعني رقيقة ما بتطلع عجين، ما بيطلع معنا شي مو ظابط أبدا. هيك حفر أحسن، أنا لقيت إنه نحفرها هيك نكورها ونحفرها ونحط العجوة بالنص هيك أحسن بكتير، يعني بنضمن إنه يطلع القرص بيرفكت أبدا. شايفين شو صغير وتشكيلته حلوة وشكله حلو وكيوت وبياخد العقل، يعني ولا أروع والله العظيم. بشتهيكم يا ريت فيني أوصل لكم كيف كانت الطعمة والريحة، شي بياخد العقل. شوفوا المنظر بتحدث عن نفسه، يعني هالشين شقر. القرشة اللي فيه هذا المعمول بتاخد العقل عن جد، فيه قرشة مثل قرشة البيتي-فور من البيض. يعني أنا دائما هلأ عم بساوي هاي المعمول هذا والعجينة هاي عجبتني وعجبت البيت وعجبت ولادي. فالواحد بيعمل كيف بحبوا الولاد كيف بتحب أسرته. كتير عاجبون وكتير مكيفين عليه والله طيب طيب بشتهيكم يا حبايب قلبي. هذا فيديو المعمول وحبيت نزل لكم إياه قبل العيد، اللي بحب يعمله على السهرة. وإن شاء الله ألف صحة وهنا للي بده يعمله ويجربه، ألف صحة وهنا للي أكلوا. شايفين يعني عم بقسم لكم إياه من جوا قديش هش وطري، والعجوة جاية بالنص والعجينة عطراف رقيقة. هذا كان فيديو اليوم، بشوفكم باي.